اهلا بحضراتكم مرة اخرى. عندنا خبرين مرتبطين ببعض في منتهى الاهمية يدلوا على قد ايه احنا لسه هوا جدا في ادارة كرة القدم. قدامنا سنين طويلة جدا جدا. لا احنا عندنا لوائح محترفين تنظم عالم الاحتراف، والملايين اللي راحة جاية والكوميشنات اللي بتتاخد والفلوس اللي الناس بتكسبها من ورا الكورة، كل ده تحت الترابيزة بدون فكر احترافي. حادثتين في الاخبار اللي احنا قلناهم نربطهم ببعض يدلوا على ان محدش فاهم حاجه ومحدش عايز يفهم، والناس بتشتغل يعني يلا اللي انت مش غرمانه. ما هو طالما ما حطش ايده في جيبه وطلع حاجه فالموضوع ما يفرقش معاه. الانديه بتصرف منين؟ الانديه بتصرف يا من فلوس الدوله يا من فلوس الاعضاء. ادي الانديه اللي بتصرفها وشويه من الاعلانات. ما حدش بيدفع حاجه من جيبه، فبالتالي الفلوس دي بالنسبه لهم مستباحه تتعمل فيها اللي هم عايزينه. بدليل ايه؟ بدليل النهارده انا مش عارف انا عندي لعيبه ليه. انا عندي لعيبه جايبهم ليه؟ اللعيبه دول انا عايز ايه؟ انا النهارده عندي فرقه كوره فيهم 30 لعيب 25 لعيب. انا جايبهم ليه؟ عشان العب دوري وكيكه على العالي وكيكه على الواطي واكسب النهارده واخسر بكره بس كده؟ هي دي الكوره بالنسبه للمصريين وبالنسبه لمجالس ادارات الانديه؟ ولا انا بستثمر، ولا اللعيبه دول استثمار، ولا اللعيبه دول ليهم ارقام، ولا المفروض اللي بصرفه على اللعيب احاول اعوضه من سكه تاني، ولا ايه القصه؟ تسال اي واحد في مجالس الادارات والله ما عنده فكره ولا يعرف. وفي انديه كبيره للاسف الشديد. اما تتكلم على خبر رامي ربيعه النادي الاهلي يعني عايز 1.5 مليون يورو وسبورتنج لشبونه وقف عند 600,000 ولا 700,000 ولا مليون او واتيفر الرقم، لان ماليش دعوه بالارقام اصلا. تيجي تدور على الماء وبعدين تتكلم في اجوجو ان اجوجو غرم نادي الزمالك 1,000,000 وشويه دولار. ايه ده؟ وما لعبش 3-4 ماتشات. ورامي ربيعه اللي قدامكم ده لا قدر الله لو اتعور بكره لا الاهلي هيستفيد ولا رامي هيستفيد ولا رامي هياخد حاجه ولا الاهلي هياخد حاجه ولا حد هياخد حاجه. واجوجو لما جه خد الفلوس دي ليه؟ لان مجلس اداره نادي الزمالك كان هاوي مش فاهم حاجه، عمال بيكتب واحد عايز يجيب واحد اسمه اجوجو وخلاص بيديله اللي هو عايزه. الكلام ده هنعرفه من هاني زاده وهو موجود في سويسرا. رايحين ينقذوا ما يمكن انقاذه. قرارات صدرت وهم مش موجودين. النادي الاهلي جاي له مندوب من نادي سبورتنج لشبونه عرض 650,000 يورو وبعد كده عرض 700,000 يورو ومش عارف نسبة من البيع، والنادي الاهلي راسه 1000 سيف على 1.5 مليون. طب النهارده باظت الصفقة، مين الخسران؟ طبعا اللي هيخسر الكيان، بس الكيان ما بيتكلمش ما بينطقش. الكيان هيخسر لان 800,000 700,000 مليون يورو ما دخلوش في ظل ازمه اقتصاديه رهيبه جدا الانديه بتعاني منها. عارفين ليه الانديه بتتبغدد على اللعيبه والانديه ويجوا يحطوا رجل على رجل ويطلبوا ارقام؟ لو يعني احنا لعبتنا ما تستاهلهاش. يعني ارقام اللعيبه بيروحوا يجيبوا من افريقيا بيفكوهم ب3 ومن صربيا بيفكوهم ب2 ومن الارجنتين والبرازيل بيفكوهم ب3 برضو، لان مش كل اللعيبه في البرازيل هم ريفالدو وروماريو ومش عارف يعني مش الاسماء المشهوره. في لعيبه بتقدر لو بتمشي الحال في الدوريات التعبانه اللي زي الدوري بتاعنا ده، مجموعتين مش عارفين وفي هبوط ولا صعود مش عارفين وفي مش يعني احنا لسه الدنيا عندنا ملخبطه اخر لخبطه محدش عارف